هو ده المكان هاخد دلوقتي منه الاوردر. فمن 10:30 ل 2:30 عشان نلحق نصلي الظهر قبل ما العصر يدن، هنشوف هنحقق كام من دورداش. يلا بينا. النصيحه مني ليكم لو انتوا هتشتغلوا دورداش، يعني نقطه مهمه جدا ان انت وصلنا دلوقتي على شيبوتلي، ودلوقتي هخش على شيبوتلي واخد منه الاوردر. انا ماشي، بص على ايه، ماشي على سكه الحديد بتاعت القطر، والكاميرا عشان المطر الدنيا غيمه خالص، ما لقيتش مكان اركن فيه. صباح الفل. الساعه دلوقتي بالظبط 10:30، فمن 10:30 ل 2:30 عشان نلحق نصلي الظهر قبل ما العصر يدن، هنشوف هنحقق كام من دورداش. يلا بينا. دلوقتي اول حاجه انا في حته بعيده عن المطاعم، فلازم اروح لحته قريبه من المطاعم عشان يبدا يجي لي اوردرز. تمام، هوريك دلوقتي كل حاجه. الساعه دلوقتي بقت 10:51 اهو. جيت على المكان اللي فيه المطاعم، يعني حواليا في برجر كينج وكنتاكي ولويز تشيكن وفيديكس. اكيد مش هيكون في اكل، بس هو اصلا مش بس اكل، هو كمان ممكن الناس مثلا بتكون عايزه حاجه من حته، فانت بتروح تاخدها من المكان ده وتسلمها للمكان ده، بس طبعا كلها حاجات يعني قانونيه يعني. فانا دلوقتي مستني يجيلي اوردر، لغايه دلوقتي ما جاليش اوردر، يعني ما اعرفش، مع اني في حته بيزي، يعني في حته المفروض بيزي. بصوا عشان تعرفوا حته بيزي ازاي، ده كده يبقى بيزي. تمام، لما تلاقوا الاحمر كله كده يبقى بيزي، ده معناه بيزي. يلا لعل وعسى يجي دلوقتي اوردر كده، انا بعمل موبايل كده يجي اوردر. فاحنا مستنيين يا مسهل، مستنيين نشوف. النهارده يوم الاثنين، فممكن الاثنين يكون مش ما بيكونش ناس بتطلب اكل كتير من بره يعني، بس خلينا نستنى. الساعة دلوقتي 10:53 يجي لنا اوردر، فاحنا هنشوف. جالنا اوردر اهو، يلا $9. $9 ده بداية. ها يلا، شكو حلو يا جماعة. يلا توكلنا على الله. الحتة دي في القرآن فظيعة، من صوت ماهر المعكري في سورة البقرة. الآية دي بتخلي بدنك ايه، يقشعر. ماشي. طيب احنا وصلنا دلوقتي للمكان اللي انا هاخد منه الاوردر. هو ده المكان هاخد دلوقتي منه الاوردر. هنا مثلا بيقول لي تعليمات ان انت الاوردر بتاعك لازم يبقى فيه مشروب. تمام، في مشروب اساسي لازم يبقى موجود في الاوردر. فدلوقتي هاخد المشروب، بتاكد من الموضوع ده. Hello, how are you? I have an order for Christian J. اوكي، لازم ابص على الاوردر. بصوا يعني الاوردر اهو قدامي، ده الاوردر. تمام، فلازم ابقى عارف مثلا اوكي اوردر درينك، وده الحاجات المفروض تو ايتمز ده. تمام، وعندنا ده. تمام، دلوقتي هاخد الاوردر واقول لازم اعمل كونفيرم بيك اب اول ما استلم الاوردر، يعني ما اعملش كونفيرم الا لما اخد الاوردر، عشان ما اكونش انا اتاخرت، يكون التاخير من عندهم هم مش مني انا. ثانك يو. يو تو. بيس بي ابون يو. المكان يبعد 20 دقيقة، ده ودانا في حتة بعيدة. على فكرة المكان قريب. ماشي، انا ما كنتش عارف ان هو بعيد قوي كده، بس قشطة عادي، المهم ان احنا ايه، نشتغل. طيب انا وصلت اهو، وصلت المكان. طبعا المكان اسمه رامونا. رامونا فين مش عارف. المهم وصلت، يعني مكتوب الكاستمر عايزني ان ايه، ما اتعاملش معاه، احط بس الاوردر قدام الباب وخلص الموضوع على كده. ده اللي هعمله دلوقتي. وصلنا الاوردر ده الساعه بالظبط 11:27 دلوقتي، وانا واصل بالظبط لقيتهم بيركنوا العربيه. اصلا هم اصلا قايلين لي ان انا احط الاوردر قدام الباب وبس، وبصور ان انا الاوردر وصل قدام الباب وخلاص وبمشي. في ناس كده وفي ناس لا، بيقول لك لا انا عايزين يبقى to be handed to them، يعني تديها لهم يدا بيد. فالاوردر ده خدنا عليه $9.50. دلوقتي بقى عشان ما فيش مطاعم هنا خالص، فهنلف ونرجع تاني، ونشوف ايه اللي ممكن نلاقيه في طريقنا. يلا بينا. جالي اوردر تاني دلوقتي في شيبوتلي. طيب وصلنا دلوقتي على شيبوتلي، ودلوقتي هخش على شيبوتلي واخد منه الاوردر.
تمام. بنعمل arrived at store، بندوس هنا arrived at store. دلوقتي لسه ما عملتش بيك اب. المفروض هم 3 ايتمز، ف 3 ايتمز دلوقتي رايح استلمهم. اوكي. Hello. How are you? Hermes. Yeah, Hermes. Thank you. Have a great day. Peace be upon you. دلوقتي اخدت الطلب اهو معايا في ايدي. دلوقتي متجهين للعنوان. العنوان بقى ايه بقى؟ صلاة على النبي كده، نشوف كده الطريق. 6 دقايق، حلو قريب، قشطه، يلا بينا. طبعا الدنيا بتمطر دلوقتي وايه، الواحد لازم يخلي باله من الاكل، خلي باله من كل حاجه، خلي باله من الاكل، بيخلي باله من العربيه. طيب لسه دلوقتي موصل الاوردر حالا، والراجل طلع لبره اخد مني الاوردر، يعني المفروض ارما يعني، بس ابنها طلع ياخد مني الاوردر، وجالي دلوقتي 8 دولار. دلوقتي انا رايح على اوردر تاني جالي برضو بان كيكس، ده ب 10 دولار. خلينا دلوقتي بقى نروح المكان ده، هو دقيقتين من هنا. ده الاوردر التالت دلوقتي، تمام. والساعه دلوقتي 12 و5 دقايق، يعني احنا عملنا 3 اوردرز لحد دلوقتي، والساعه 12 و5 دقايق. جينا دلوقتي عشان نستلم الاوردر من شيبوتلي تاني اهو، بس ده مكان تاني مش نفس المكان احنا كنا فيه من شويه. اللي كنا فيه من شويه كان في كليرمونت، ده هنا في مش عارف، دايما زحمه شيبوتلي ما شاء الله. بصوا تيفاني باج 1 of 1. نعمل confirm pick up. يلا دلوقتي رايحين تو لافيرنا. رايحين لافيرنا دي فين يا جدعان؟ بوريكم الدنيا عامله ازاي عشان تعيشوا معايا الاجواء. 3 minutes، ده قريب جدا. طب حلو الحمد لله. فاكر ان احنا بعيد، طلعنا في لافيرنا يا جماعه. احنا في لافيرنا دلوقتي. هنوصل الاوردرين دول، هنوصل الشيبوتلي وهنوصل البان كيك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا. The customer requested you leave the order at their door. They added the following instructions. Leave at my door. طيب احنا دلوقتي وصلنا الاوردرين بتاع الشيبوتلي، وصلناه، وبتاع البان كيكس وصلناهم، والاثنين طلبوا ان انا ما ادهمش الاوردر على بايديهم، احطه قدام الباب. فبس اللي بعمله بحطه قدام الباب وبصور الاوردر اللي حاطه قدام الباب. الصوره دي على طول بتوصل لصاحب الطلب اللي طلب الطلب، وبيعرف على طول ان الاوردر قدام بيته من غير ما يردنا على الجرس ولا اي حاجه، تمام. فالاثنين حصل معاهم كده. ودلوقتي اخدنا على واحد 10 دولار والتاني اخدنا عليه 6 دولار، فاجمالي دلوقتي كله اهو 35 دولار لحد دلوقتي، والساعه 12 و50 دقيقه. فدلوقتي طبعا الحته اللي انا فيها دي كلها زي ما انتم شايفين هنا، بصوا لافيرنا، الحته اللي انا فيها دي كلها ما فيهاش خالص، يعني انا بعيد، انا اهو لازم اوصل لهنا عشان يبدا يجي لي اوردرز، فلازم امشي من هنا واروح لغايه هنا عشان يجي لي اوردرز. فهروح دلوقتي عشان اشوف يبدا يجي لي اوردرز. يلا بينا. وصلنا ده هيبقى الاوردر الخامس، هما كذا اوردر مع بعض. احنا خلصنا اربع اوردرز لحد دلوقتي. فدلوقتي احنا وصلنا لجامبا جوس. Hello, how are you? I'm fine. Order for Julie. Yeah. فدلوقتي انا هنا في جامبا جوس، هاخد الاوردر لجولي واروح اوصلها في لافيرنا. كويس، لافيرنا عاجبني مكان في لافيرنا بصراحه. Oh, thank you. All right. Thank you. Have a great day. Peace be upon you. في اوردرز بقى لازم ايه تخلي بالك منها، يعني ده عصير لازم اخلي بالي ان هو ايه ما يدلقش. طبعا الدنيا بتمطر كمان، يعني الواحد ايه قد ما يقدر. انت عامله كده ليه يا بنت انت؟ اهو يلا بينا. احنا اخدنا الاوردر من الاول من جامبا جوس زي ما انتم شفتوا، ودلوقتي الاوردر الثاني هناخده من بانيرا بريد. ماشي، احنا في بانيرا بريد دلوقتي. بريد لو فاكرين يا جماعه، بانيرا بريد ده جيتوا انا قبل كده، لو انتم بتتابعونا انا ورانا يعني على قناتنا،
انا ورانا جينا على يوم عيد ميلادها. جينا على بانيرا بريد بيطلع لي فري بيستري. خليني اقول لكم شو تعملوا لحتى يطلع لكم الفري بيستري عن بانيرا بريد وقت عيد ميلادكم. اول شيء طبعا بتنزلوا الابلكيشن تبعهم اسمه بانيرا بريد ابلكيشن. بعد ما تعملوا اكاونت وكل هالقصص يطلع لكم هون فري بيرثداي بيستري، فبنكبس عليها وبيقولوا لنا انه البيستري فاليد يعني معي ل 23 ديسمبر لحتى اخذها، فمعي تقريبا 7 ايام، فبنعمل ريديم وهدول كل هالاوبشنز بنقدر اختار وحده منهم. المهم انا اخترت البيكان بريد. انا يا جماعه ما اثرتش عليها خالص على فكره، يعني هي اختارتها لوحدها من غير ما اقول ما بيأثر علي ابدا خالص، يعني هي بتختار اللي يعجبها كله. نعمل بيك اب على السريع. قال ايتم ادد. واو اوكي شوفوا التوتال تبعنا. we think هي $4 يا جماعه 3.99. continue بنعمل place order. واو اهو ياي يلا بينا 4:15. مثل ما فرجيتكم طلبت البانيرا بريد من على الابلكيشن، فخلينا نروح نجيب الاوردر. يلا بينا. تفضل. الله ريحة القهوة كتير طيبة. صح رح اجيب قهوة من محل تاني. يلا. واو ما هذا؟ هاي اللي اعطوني اياها، هيك شكلها صغير قوي، شكلها فكسانة قوي. كان ممكن نجيب هاي صح؟ خلص طلبناها نحن اوريدي. ما كيتشن دي كيتشن سينك اللي شكلها جامدة قوي. هون محل ما بيحطوا الاوردرز. حموي يا سلام. يلا ماي بيكام. يلا بينا. يا عم انت البطل النهارده يا عم، عيد ميلادك بقى فايه. انا هو يا جماعه برضو ايه عشان ما تقولوش ان انا مش بصور نفسي، وانا ظاهر جاي تاكل معي. انا كاميرا مان. هاي يا جماعه البيكون دي تالت ستوب. ها تالت ستوب صح؟ ماشي. طيبه. حلو قوي. جينا على بانيرا بريد ده بدوها اللي هو بريزي. اوكي. ده بانيرا بريد. هناخد الاوردر. Yeah, this is me. All right. Wait. الكاميرا دي يعني معوقه شويه. انا ماشي بص على ايه، ماشي على قضيب القطر، ماشي على سكه الحديد بتاعت القطر، والكاميرا عشان المطر الدنيا غيمه خالص، ما لقيتش مكان اركن فيه. بصوا المكان هو ده، ما لقيتش مكان اركن فيه خالص، مفيش مكان اركن هنا خالص، فركنت هناك. دلوقتي هنخش على ده، هو ده المكان Wings and Balls. يلا. طيب عندنا اوردرين يا جماعه. دي الاوردرز اللي معانا، ده وده. في 2 دلوقتي عندنا اوردرز هناخدهم ليهم. هناخد الاوردرز بتاعتهم دلوقتي بعدين نتجه لمكانهم. يلا بينا. طيب يا جماعه انا دلوقتي هنا في بلازا بيتزا. ده بلازا بيتزا. اوكي. وكده احنا معانا اوردرين، يعني انا معايا بلازا بيتزا، ماشي، معايا بلازا بيتزا ومعايا الاوردر ده اللي هو من وينجز اند باول. فلازم اشيل الحاجات دي مع بعض دلوقتي واروح بيها لغايه العربيه ونتجه لللوكيشن بتاعنا. يلا بينا. معلش الدنيا زي ما انتم شايفين كده المطر ايه فظيع. جيت اخد اوردر تاني، يعني انا مروح كده في طريقي جيت على المكان ده. وانت مروح الحلو في الابلكيشن دور داش ان انت وانت مروح مثلا ممكن يكون في طريقك اوردر، فتقول لهم مثلا ان انت هتخلص الساعه كذا وفي طريق بيتك فين، فيدوك الاوردر ده. فبصوا المكان اللي انا فيه ده برضه شيبوتلي. النهارده رحنا شيبوتلي 3 مرات، ده 3 فرع للشيبوتلي. اوكي دي المنطقه اللي انا فيها دلوقتي، بنسون. معلش المطر، انا عارف ان الرؤيه مش واضحه شويه
بس هو ده شيبوتلي. Thank you. Have a great day. Peace be upon you. يلا يا جماعة، خدنا الاوردر confirm pick up. يلا بينا. وكده الاوردر ده هيطلع لنا منه $7. بصوا المنظر عامل ازاي. واو، منظر جميل جدا، منظر جميل جدا جدا جدا. والدنيا بتمطر، الدنيا بتمطر مطر رهيب جدا. احنا عملنا النهارده الحمد لله رب العالمين، يعني رزق من عند ربنا كريم. عملنا $60 بالظبط اهي. عملنا $60.73 عشان رنا ما تزعلش. عشان انا دايما بتقول لي ان انت ما بتقولش بالظبط يعني السنتس، ما بتحسبش السنتس. هنا طبعا بتحسب السنتس، في امريكا بتحسب السنت جدا. فاحنا عملنا $60. طيب $60.73. انا حطيت بترول $30 بترول، فده معناه بعد $30 بترول انا كده عملت بروفيت $30. تمام، يعني انا عملت $30 بروفيت النهارده. يا جماعه البطاريه خلاص بتفضى. الحلو في موضوع الدور داش، لو حد فعلا بيدور على مصدر دخل يعمله بجانب شغله بجانب دراسته، انت مش محتاج حاجه غير بس موبايلك يبقى مشحون ويبقى عندك عربيه تقدر ان انت تروح بيها وتيجي بيها. وطبعا لازم يكون معاك رخصه، يعني ما ينفعش تسوق من غير ما يكون معاك رخصه يعني. فيكون معاك رخصه سواقه، خلاص كده انت تمام، تقدر تشتغل دور داش. حلو في دور داش ان انت مدير نفسك. يعني انت مثلا زي ما احنا النهارده مثلا من 10:30 كده زي ما احنا بدأنا لحد الساعه 3 اهي، انت مثلا في الوقت ده فاضي، يعني الوقت ده عايز تشتغل فيه، فبالتالي بتقول لدور داش عايز اداش في الوقت ده، بتحدد انت الوقت اللي انت عايز تداش فيه، تمام، وبتداش. تمام. فانا دلوقتي اهو لحد الساعه 3. طيب لحد الساعه 3 انا عملت كام؟ عملت $30 بروفيت. لو كملت اكيد هعمل اكتر من كده. فانا بالنسبه لي عشان راجع البيت بس عشان لازم اشحن الموبايل، طبعا الموبايل لازم يبقى مشحون، لازم يبقى معاك شاحن. وطبعا لو انت عايز تصلي وكده يعني فترجع البيت بقى تصلي وكده لو انت جنب البيت، وبعدين ترجع تكمل. تمام. طيب يا جماعه زي ما انتم شايفين كده انا دلوقتي وصلت للجيم. الساعه دلوقتي 9 بالليل. الفكره كلها ان انا وانا في العربيه كان الكاميرا خلاص البطاريه كانت بتفضى، فما قدرتش ان انا يعني اكمل تصوير بعد ما خلصت الاوردرز اللي انا عملتها كلها. ما كملتش انا اليوم النهارده، ما كملتش اليوم الباقي، كان عندي شويه مشاكل تانية فما كملتش. فالواحد لو بيكمل في يومه هيطلع له ممكن يطلع له مثلا ممكن يوصل ل $200 في اليوم، ممكن اكتر كمان على حسب طبعا كل وقت. في اوقات مثلا بتبقى فعلا في ضغط جامد، فبتلاقي مثلا في ايام الويك اند بتلاقي فيه الريت بيبقى اعلى من كده. تمام. طبعا على حسب يعني مثلا ال $60 دول في جزء تيبس، في تقريبا يعني هم في فلوس جالك من دور داش نفسه، وفي فلوس جايه لك من تيبس، في فلوس جالك تيبس من الناس نفسها، وفي ناس ما بتديش تيبس على حسب، يعني كل واحد حر طبعا. يعني انا لسه جديد في دور داش، ما بقاليش غير كام يوم يعني، فلو انتوا كمان حابين تعملوا دور داش فانا بنصحكم بيها. يعني دي حاجه حلوه تقدر تعمل منها دخل زياده بجانب دراستك بجانب شغلك اللي بتشتغله، وانت حسب ما تحب. مثلا عايز تشتغل من الساعه كذا للساعه كذا، ففي الوقت ده هتبقى جنب اي مطاعم، والمطاعم بعد ما تبقى جنب المطاعم هيبدا يجي لك اوردرز وبس، وبتشوف المكان فين. لو المكان مناسب بالنسبه لك تروحه، لو المكان مش مناسب بالنسبه لك ما تروحش. طبعا وانا بتكلم معاكم في الفيديو كنت بقول اهم حاجه ان يكون شريكك يكون داعم ليك، عشان ده هيفرق معاك لما انت تكون مثلا بتعمل حاجه وانت عارف الحاجه دي لمستقبلكم مع بعض، فهتلاقيه هو داعم ليك ان هو بيبقى معاك بيساندك في الحاجه اللي بتعملها دي. فالحمد لله يعني دي حاجه فيا انا ومراتي، هي بتدعمني وانا بدعمها. وانا يعني بنصح اي حد يتفرج على شاب او بنت بيتفرج عليا دلوقتي، انت خليكي داعمه لجوزك وانت خليك داعم لمراتك، لان هي دي الحاجه، انت الشخص اللي بتديها الطاقه والحماس والقوه والنشاط والحيويه وكل حاجه. وهي لما انت بتقول لها كده هي بتبدا تحس فعلا بنفسها اكتر، بتبدا تحس فعلا بقدراتها اللي هي ممكن تكون مش حاساها. ونفس الحكايه انت كمان لما تقولي لجوزك تشجعيه وتحمسيه الحاجه اللي هو بيحب يعملها، طالما هي حاجه مش هتكون مضره خالص لحياتكم وحاجه هو هتحقق له الطموح اللي هو عايز يحققه، شجعيه وخليكي جنبه. في الاخر النجاح هيبقى ليكم انتوا الاثنين مع بعض. اهم حاجه ان احنا لما بنيجي نفكر ان احنا جسد واحد، مش كل واحد لوحده. انا في حاجات بحبها، في حاجات هي بتحبها، في طموح هو عايز يوصل له، في طموح انا عايز اوصل له، فبالتالي احنا الاثنين لازم نشجع بعض عشان كل واحد فينا يساعد الثاني ان هو يحقق الطموح اللي هو عايز يوصل له. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. فاللي حصل معانا ان انا ومراتي كنا راجعين بالليل من مشوار يعني، فقلت لها تعالي نجرب دور داش. ده كان اول مره نجرب دور داش. فاحنا راجعين خلصنا كذا مشوار، رحنا على كذا اماكن، ففي الاخر خالص رحنا البيت ده كان يعني في بيوت كتير على الناصيه بتبقى عادي، بيوت كتير عادي بالناصيه بتشوفها كده فمفيش مشكله، ولكن البيت ده كان جوه في حته كده تحس ان انت داخل في حته يعني مهجوره، مش مهجوره بس تحس ان انت داخل يعني ملهوش مثلا بوابه معينه البيت خالص، تحس ان هو لسه البوابه كده الانشاء لسه بتتبني لسه البوابه او مفيش بوابه، فالبوابه حتى ضيقه جدا، والبيت كان ضلمه جدا، والمكان يعني انت ماشي مثلا في الطريق اهو خلاص تمام،
فكل البيوت على ناصيه الشارع على الرصيف. لا ده بقى بتخش له كده داخل وتفضل ماشي جوه شويه شويه شويه. هو البيت لوحده كده، البيت يعني في الدخله دي بقى هو في الاخر خالص هتلاقيه البيت ده موجود. هتحس فيلم رعب، تحس انت داخل مثلا بيت مثلا سيريال كيلر مثلا، واحد قتل قتله مثلا، داخل بيت مثلا بتاع ناس بتبيع مخدرات يعني ما تعرفش يعني البيت ده بيت مين يعني. فدي كانت التجربه. فطبعا انا طبعا وقتها يعني طبعا اي حد طبيعي هيخاف. انت رايح بيت لوحدك والبيت ده يعني انت انت يا دوبك بتحط الاوردر وبتمشي. المكان انت لو دخلته اصلا لوحدك يعني ممكن ما تطلعش، يعني ممكن عادي جدا البوابه تتقفل، وبعدين انت ماشي في حته ضلمه جدا. هنا طبعا في كايوتس، يعني بيبقى في حيوانات غير الكلاب، بيبقى في حيوانات. الكايوتي اللي هو الثعلب، تمام؟ الثعلب اللي كان موجود في رود رانر، لو عارفين رود رانر في لوني تونز، هو ده الكايوتي، تمام؟ كان بيحاول دايما يصطاد رود رانر اللي بيجري بسرعه، ده اللي هو بيب 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 وتلاقيه بيجري بسرعه جدا، فهو ده الكايوتي. فده موجود منه كتير. فانا في الحته دي تمشي فيها يعني مش حلو تمشي لوحدك بالليل في وقت زي ده. نصيحه مني ليكم لو انتوا هتشتغلوا دور داش، يعني نقطه مهمه جدا ان انت ما تمشيش لوحدك خالص، ما تروحش اماكن بالليل لوحدك، يعني ما تاخدش اوردرز لوحدك. ولو هتروح لوحدك خلي معاك دايما بيبر سبراي، او خلي معاك الكتريك اللي هو الكتريك شوك ده، بحيث ان انت لو حصل اي حاجه تقدر تحمي نفسك على طول. وان شاء الله مش هيحصل حاجه يعني، لان انت برضو الابلكيشن دي يعني بيكون متسجل رقم الناس ديت اللي بتطلب الاوردر، بس انت تعرفش يعني ممكن في ناس مثلا ممكن تكون مريضه نفسيا، ممكن يكون ناس افكارها مختلفه، زي مثلا لو عارفين قصه ديمر قتل القتل اللي قتل 17 جثه، اللي عارف قصه ديمر هيعرف قصدي ايه. يعني انت هنا المفروض ما تتخدعش بالمظاهر خالص، فما تعرفش الناس، ممكن حد تلاقيه كويس جدا قدامك ممكن يبقى حاجه ثانيه خالص. فالواحد لازم يخلي باله من النقطه دي طبعا. وفي اخر واحد ربنا معاه، فربنا هو الحافظ يعني. بس انا بقول لكم يعني نصيحه مني ليكم، عشان انت في دوله الناس اللي فيها يعني الاغلبيه العظمى الدين مش حاجه اساسيه في حياتهم. ناس كثيره جدا الدين مش حاجه مهمه في حياتهم قوي، فدي نقطه تخوف يعني. الدين هو الحاجه الوحيده اللي هترضع الشخص ان هو يعمل حاجه، لان هو في الاخر هيخاف من عقاب ربنا قبل ما يخاف من عقاب اللي موجود في الدنيا قانون يعني. فعشان كده لازم الواحد يخلي باله من النقطه ديت يعني. فبس فربنا يستر علينا يعني ويحفظنا كلنا ويحمينا. شكرا يا جماعه اتفرجتوا على الفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو كان لطيف وظريف واتبسطتوا بيه معايا. لو حسيتوا بده مش هوصيكم باللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا انكم بتعملوا كده. واحنا شعارنا دايما الحياه مدرسه، فاحنا بنتعلم منها حاجات كتير جدا. كان معاكم علي ضياء الدين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في مكان جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.